لو سألتك دلوقتي إيه أكتر حاجة ندمت عليها في حياتك؟ أغلب الناس إجابتها هتبقى الوقت اللي ضاع والأيام اللي عدت من غير فايدة والسنين اللي راحت وأنا واقف في مكاني. طيب تعرف إيه السبب؟ ببساطة هو الفراغ. الفراغ لازم تفهم إنه أخطر عدو للإنسان، بيدمر حياتك من غير ما تحس. السلام عليكم جميعا. النهاردة هنتكلم عن ازاي الفراغ بيقتلك ببطء وازاي تملأه بحاجة تنفعك، وده جزء من كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شفت ازاي الفراغ نعمة بس احنا مش عارفين نستغله؟ الفراغ مش معناه انك مش شغال او قاعد في البيت. الفراغ هو اي وقت بتضيعه من غير فايدة ومن غير هدف ومن غير اضافة لحياتك. ممكن تكون شغال 12 ساعة في اليوم وبرضه عايش في فراغ. ليه؟ لان الشغل مش بيضيف لك حاجة ومش بيطورك ومش بيخليك افضل. تعرف ايه اخطر حاجة في الفراغ؟ انه بيخليك تفكر في الحاجات الغلط. لما عقلك ما يلقاش حاجة يشتغل فيها بيروح لفين؟ في الأغلب للمشاكل وللقلق، للهموم وللذكريات السيئة وللأفكار السلبية. الله سبحانه قال: فإذا فرغت فانصب. يعني لما تخلص من حاجة ما تفضلش فاضي، ابدأ في الحاجة اللي بعدها. وعلشان تتغلب على الفراغ لازم تفهم ايه هي آفات الفراغ. رقم واحد هو التسويف والكسل. أول آفة من آفات الفراغ هو التسويف. هعمل ده بكرة، لسه في وقت ومش دلوقتي. وبكرة يجي وتقول نفس الكلام والسنة تعدي والعمر بيضيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. يعني الوقت اللي انت فاضي فيه دلوقتي مش هيفضل للأبد، هتيجي الأيام تتمنى فيها يكون عندك دقيقة واحدة فاضية وما تلاقيش. الطالب اللي بيضيع وقته دلوقتي هيتمنى يرجع للأيام دي لما يبقى موظف وعنده مسؤوليات. والشاب اللي ملوش شغل ومضيع وقته هيتمنى يرجع لما يبقى عنده عيال ومصاريف. الوقت اللي بيعدي مش راجع تاني، خليك فاكر دي. تاني آفة من آفات الفراغ وهي الانغماس في التفاهة. تعرف ايه أكبر مضيعة للوقت في العصر الحديث؟ السوشيال ميديا والتيك توك والريلز واليوتيوب شورت. ساعات وانت بتسكرول. طيب على ايه؟ لا علم ولا فايدة ولا راحة نفسية حتى. بالعكس، خرجت وانت حاسس انك مهدر. الفراغ بيخليك تدور على اي حاجة تملاه، والشيطان عارف كده كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشيطان بيستغل الفراغ ده أحسن استغلال. بيوسوس لك تتفرج على اللي ما يرضيش ربنا وتسمع اللي ما يفيدكش وتقول اللي يضرك. الفراغ هو أرض خصبة للمعاصي. شوف حواليك، معظم الناس اللي وقع في الذنوب عندها وقت فراغ كبير جدا، والناس المشغولة بأهداف حقيقية ملهاش وقت للمعاصي أبدا. ثالث آفة من آفات الفراغ وهو الاكتئاب واليأس. تعرف ليه كتير من الناس بتحس بالاكتئاب والفراغ الداخلي؟ لأنهم حاسين إن حياتهم ملهاش معنى. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا، إحنا ما اتخلقناش عبث، إحنا اتخلقنا الهدف. والهدف ده مش بس العبادة بمفهومها الضيق، لا، الهدف إنك تعمر الأرض وتفيد الناس وتفيد نفسك وتسيب أثر حلو. لما تعيش من غير هدف بتحس إن حياتك فاضية حتى لو عندك فلوس وشهرة. طيب إيه الحل بعد كل الآفات دي؟ أولا لازم تحدد هدف في الحياة. عايز توصل لإيه؟ عايز تبقى إيه؟ وعايز تسيب إيه وراك؟ لو مش عارف، ابدأ بأهداف صغيرة: حفظ جزء من القرآن، تعلم مهارة جديدة، قراءة كتاب في الشهر، ممارسة رياضة، ومساعدة شخص محتاج. اتنين، نظم وقتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان منظم جدا في وقته. كان عنده وقت للعبادة، وقت للأهل، وقت للصحابة، وقت للراحة. حتى راحته كانت منظمة مش فوضى. 3. ابعد عن مضيعات الوقت: السوشيال ميديا والمسلسلات والجلسات الفاضية. مش لازم تقطعها تماما بس نظمها. نص ساعة في اليوم كفاية، مش 4 ساعات. 4. صاحب الناس المنتجين. النبي قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. لما تصاحب ناس عندها أهداف هتلاقي نفسك عايز تبقى زيهم. دلوقتي بعد ما تخلص الفيديو ده اكتب هدف واحد عايز تحققه الشهر ده، وحدد نشاط عايز تبطله أو تقلله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. في النهاية، العمر قصير والوقت ثمين. كل يوم بيعدي من عمرك مش راجع تاني، ممكن تضيعه في التفاهة أو تستثمره في الباقي. الصحابي عمر بن عبد العزيز كان يقول:
إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني الوقت شغال والعمر ماشي سواء اشتغلت أو قعدت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في النهاية ما تنساش أن بالتخطيط تبدأ الرحلة وبالتوكل تبلغ الغاية.